السلام عليكم. تصريح خطير من إمام عاشور يفاجئ به النادي الأهلي بعد شائعة توقيعه للأهلي، ويصفع الزمالك ومرتضى ويكشف عن مفاجأة كبرى. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن نقلت وسائل الإعلام المتعددة سواء المرئية أو المسموعة أن لاعب الزمالك السابق إمام عاشور وميتيلاند الدنماركي حاليا وقع للنادي الأهلي، فقد صرح إمام عاشور وأدلى بتصريحات نقلتها صحيفة الاتحاد الإماراتية وقال: الكل يظن أنني وقعت للنادي الأهلي، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن هناك مفاوضات جادة بين مسؤولي النادي الأهلي وميتيلاند الدنماركي، وكنت قريبا جدا من قبل من التوقيع للنادي الأهلي في فترة لعبي لنادي الزمالك، فالزمالك يحارب أبنائه، فأنا كنت أحصل على مرتب ضعيف للغاية بعكس بعض اللاعبين الذي جلبهم نادي الزمالك مثل سامسون ونضاي ودونجا والزناري وعمر جابر، والذين يحصلون على ملايين الدولارات، بينما أنا كنت لا أحصل على أي شيء، مع أنني كنت أشارك مع الزمالك باستمرار وكنت أتألق معه وأحرز العديد من الأهداف الحاسمة، فالزمالك لا يوجد به أي عدل ومبني على الظلم، بعكس النادي الأهلي الذي يحترم لاعبيه ويقدرهم جيدا ماليا. وسأله الصحفي: هل من الممكن انتقالك إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل؟ فرد وقال: كل شيء وارد الآن، فالأمور المالية بين النادي الأهلي والنادي الدنماركي هي التي ستحسم الصفقة، ولكن أنا على المستوى الشخصي أتمنى الانضمام إلى النادي الأهلي لكي أشارك في كأس العالم للأندية، وخاصة أن الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية في 2025 بمشاركة جميع أندية أوروبا الكبرى، وهذا حلم حياتي أن أشارك في هذه البطولة العالمية، وأتمنى أن أفوز بدوري أبطال إفريقيا أيضا مع النادي الأهلي، فالفروقات شاسعة بين الأهلي والزمالك في كل شيء، فهم يعلمون في نادي الزمالك أن نكره النادي الأهلي وأن بطولاته ليست حلال، وأن نادي القرن الحقيقي هو نادي الزمالك، وهذا غير حقيقي، فالأهلي هو نادي القرن الحقيقي، وجميع اللاعبين المصريين أو غير المصريين أيضا الموجودين في إفريقيا يتمنون الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، وقريبا جدا سأرتدي الفانيلة الحمراء. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك إذا تمت صفقة إمام عاشور في صفوف النادي الأهلي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.